كثيرة هي نقاط الخلاف والاختلاف في عالمنا العربي، دينيا وطائفيا وسياسيا وجغرافيا وإيديولوجيا وعرقيا وإثنيا وحتى كرويا. واختزل الإعلام العربي هذه الحالة الديمقراطية في الكثير من البرامج الحوارية التي تحولت إلى حلبات في المصارعة والملاكمة والقتال الحر، والتي تستخدم فيها كامل الأسلحة المتاحة في الاستوديو. مع انطلاق صفارة البداية، شارة البداية، تبدأ أدبيات الحوار لتطرب سمع المشاهدين. بلكي جماعة خليه يكمل. تفضل يا دكتور. تفضل يا حيوان ناطق، تفضل. لا يا سيدي، نفس الرد. انت بدك تحكي. ارجوك رجاء حار، هذا كلام غير مضبوط. رجائك مقبول دكتور، تفضل. تفضل. على كل حال ما بجي معك بهائم على الاستوديو. طب ما انت ما يعني خلاص نفس الشيء. طيب انت واحد كذاب ومعلمك كذاب. ليك عيب عليك انت ابني. لك انت ابني دكتور. انا واحد صبي المخابرات ما بيقول لي على الحكي هذا. انا صبي المخابرات، انا صرميتي اجرت منك. دكتور فايد اسمعني جيدا، بمسح العربسي. لا بمسح العربسي. انا حذائي بشرفك يا سيدي. لا حطتك انا تاريخ النضال انتشرت بنفسك. انا انتشرت بنفسك. وانت سياسي انت ابي كرفوخه. واحد ندل. سيد ابو فاضل، سيد ابو فاضل، اسمع واحد كلب. اسمع تسكر تمك. ده واضح ان هو جاي من بيئه كلها لصوص وكلها حراميه. لا دي اللي ادب وسفاله. وانا ممكن اضربك بالجزمه. انا هقوم اديك بالجزمه. انا هقوم اضربك. هذا كلام كذب وحقير. هذا كلام حقير. حقير. دقيقة والله دقيقة. لا ولد حقير وتربى حقير وعاش حقير ويموت حقير. اتولد واطي وعاش واطي وتربى واطي ويموت واطي. دقيقة بالله عليك. وفي هذه الحالة ليس هناك أنسب من سلاح الأرجو الذي يملكه كل فرد: الحذاء. والله تأدب. تحت الهواء. والله لي حذاء. لا والله العظيم اقسم بالله امسح بيك البلاط. لي حذاء البس. انت يا عيني اتدمرت للدرجه. والله لي حذاء البس. لو سمحت بس ما بقاش ده حوار بقى. ده حوار. ما بقاش ده حوار بقى. لو سمحت ما تخلي حوارك صافي يا اخي. لو سمحت احمد، لو سمحت انت راجل خلي حوارك. أما السلاح السريع والموجود تحت الطلب فهو كأس الماء الذي يستخدم رشا وزجاجا. تحتاج إلى تطهير، وأنت بحاجة إلى تطهير على الهواء مباشرة. واحد مثلك بهيم ويلعن الجيل اللي بده يدرس عندك. يعني صح ولا لا؟ لا بلاش تجاوز. اجيب تسجيلات بكده؟ لا اسمع محمود، بلاش. كده عيب، كده عيب، ده كده تجريح. كده ما ينفعش. ده كده تجريح. لا شباب طلع تقارير من مرجعيات دوليه وهو قاعد مثل الاهبل مش عارف. انت عم تحكي. لا يا خلاص. لا. وحين ترتفع نبرة التهديد وتعجز تلك الأسلحة الفردية، يأتي دور السلاح الثقيل والقصف باستخدام الكراسي وحتى الطاولات. لو سمحتوا. طيب خد بقى الهوريك. لا يا انت اللي بدأ. شاكر انت اللي شاكر يا اخوان. انت اللي بدأ. لا يا انت اللي بدأ. يا سيد لا. وبعد كل هذا القصف التمهيدي تنتقل المعركة إلى المواجهة المباشرة، وحينها تبرز مواهب الضيوف القتالية ضمن هذا الأولمبياد العربي الديمقراطي. دقيقة اسمع. صرمباي دقيقة اسمع. دقيقة يا أخي اسمع. اقطع رجالك. انا اتكلم على صوت اشمر. وكالعادة يتلقى المواطن العربي لكمات الساسة لتنتفخ همومه أكثر فأكثر،
ويتأكد يوما إثر يوم أن البسوس وناقتها ما زالوا على قيد الحياة. عبد حليمة، إرم نيوز. سلم دمك